السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للمرة المليون على التوالي وللشهر المية على التوالي بتتصدر نيسان صاني مبيعات سوق السيارات في مصر. برغم كل اللي بيتقال، صفيحة الكنز، النعش الطائر، العربية الورق، الصاج الورق، العربية ما فيهاش فرامل، العربية صاجها ضعيف، العربية ثباتها وحش، ما زالت بعد كل السنين دي وبعد كل الكلام ده تتصدر نيسان صاني مبيعات مصر كلها كل شهر. طبعا السبب مش عشان العربية افضل حاجة ولا احسن حاجة ولا التوكيل بتاع السوبر هيرو، لا طبعا السبب ان عندنا التوكيلات في مصر في الحلاوة، في الطراوة، عايشين الوهم، ولا اي حد بيهتم باي حاجه، بيجيب العربيه يرميها ولا بيوفر قطع غيار ولا بيعمل اي حاجه. وانت ونصيبك ان العربيه اتباعت وانتشرت، يبقى ان شاء الله التجار دي يجيبوا قطع الغيار بتاعتها. ان العربيه نزلت وما انتشرتش فالتوكيل ما يجيبهاش تاني، فما فيش قطع غيار، واما تعمل حادثه تدفع دم قلبك في العربيه. لذلك نيسان صاني قطع غيار متوفره عند البقال، كل الناس بتشتغل فيها، اعطالها مفيش، يعتبر فتيس عادي اعتيادي اوتوماتيك مفيش منه مشاكل، موتور عادي طبيعي تنفس طبيعي مش تربو، طبيعي جدا مفيش منه مشاكل، كل قطع الغيار متوفره، كل اجزاء العربيه المسامير بتاعتها متوفره. لذلك تتصدر المبيعات. ليه؟ افضل عربيه للشغل، افضل عربيه لو انت لسه بتتعلم السواقه وعايز تجيب عربيه جديده عشان لو اتخبطت منك تلمها، افضل عربيه للبنات اللي لسه على قدهم في السواقه فعايزين عربيه لو اتخبطت ما يتبهدلوش. وطبعا مش عشان توكيل نيسان صاني ان موفر قطع غيار، لا طبعا ان التوكيل العربيه موجوده فكل التجار جايبه قطع الغيار. وما تفتكرش ان انت لو جايب عربيه نيسان صاني ومش مأمن واتخبطت منك هتروح تصلحها في التوكيل، محدش بيعمل كده، كله بيجيب قطع الغيار من بره ويعملها طبعا، لان طبعا قطع الغيار في التوكيل مبالغ فيها. يعني فانوس النيسان صاني في التوكيل بيعدي 7000 جنيه، وطبعا هو سعره كده غلط، وطبعا التوكيل واخد فلوس. اما حضرتك لو جبته من بره الاصلي بيعمل له حوالي 4000 جنيه، والهاي كوبي اللي هو الصيني اللي هو صوره طبق الاصل من الاصلي بيعمل له حوالي 1700 جنيه، على ده اقل سعر ليه، وبيوصل ل 2000 ونص عند بعض التجار، تدور لحد ما تجيبه. لذلك نيسان صاني هي متربعه على عرش المبيعات. كل ما بتلاقي واحد راكب نيسان صاني وبيقول لك يا عم العربيه 100 100 مريحاني مفيش منها مشاكل، فانت بتطمن عشان لسه عربيه جديده مش عايز تخاطر، بالرغم ان انت لو زودت شويه فلوس ممكن تركب حاجات احسن بكتير. يعني ممكن ما تزودش فلوس وتركب باي كيو 5، عربيه 10 اضعاف امكانيات الصاني، اوبشن عالي جدا. الصاني تحس ان انت راكب 128، مفيش اي حاجه، مفيش اي اوبشن، الشكل هو. انما البايك كل حاجه موجوده، ولكن لو اتخبطت منك حضرتك هتقعد جنبها تعيط. فلذلك كل الناس بتشتري نيسان صاني، ولذلك متصدره نيسان صاني. واحب احيي التوكيل ان هو مكمل في العربيه ومش عايز يغيرها، لان هو بيبيع. يعني انا طبعا مش موافق وعايز شكل جديد زي دول العالم، بس التوكيل شايف ان هو ناجح والعربيه بتبيع والناس كلها بتشتريها، هيغيرها ليه؟ يكلف نفسه ليه؟ يوجع دماغه ليه؟ ما حضرتك بتشتري. لو في اي اسئله سيبها لي في الكومنتات، واي حاجه نرد على بعض ان شاء الله. السلام عليكم.